اتفرّجت على أول حلقة من واحد من المسلسلات كنت مستنيها بصراحة، مسلسل مملكة الحريم، فتعالَ أقول لك سريعًا، هل أول حلقة كانت على قد التوقعات والّا خيشت منه؟ بصراحة أول حلقة عجبتني جدًا، وشكل المسلسل كده بيقول حاجة يعني، المسلسل بيحكي عن شمس الدين أو كريم محمود عبد العزيز، اللي بيتولد بلعنة، هو عين بني وعين زرقا، دي بتعمل له لعنة طول حياته والناس بتبقى فاكراه جني، وأخته الأميرة جليلة أو أسماء أبو اليزيد اللي بتحاول بكل ما تملك إن هي تبقى ملكة مملكة الحرير، وأخوهم الصغير اللي يوم ولادته بيبقى لعنة في تاريخ المملكة جلال الدين أو أحمد غزي، ال3 دول بيتصارعوا مين هو يبقى ملك مملكة الحرير. اللي عجبني في الحلقة التصوير والجرافيكس والسينماتوجرافي، بيتر ميمي شاطر فشخ تكنيكال وهو تقنيا بصراحة جامد قوي، بس هو عنده شوية مشاكل في حكي القصة والتوازن ما بين الخطوط اللي بتتحكي في المسلسلات بتاعته، بالإضافة إن هو كمان مؤلف المسلسل ده، فده مخلّي عندي شوية تخوّف إن المسلسل ممكن يخيش قدّام، بس من اللي أنا شُفت أول حلقة بصراحة ما فيش حاجة ضايقتني خالص يعني. التمثيل أكتر حد لَفَت انتباهي هو كريم محمود عبد العزيز اللي عمل دور حلو، وتيجي بعديه على طول أسماء أبو اليزيد اللي أنا باحبها جدًا. الحلقة مش قصيرة، الحلقة 50 دقيقة، بس أنا استمتعت بيها جدًا وفيها أكشن حلو أوي. overall أنا شايف إن أول حلقة دي تستاهل تتشاف وتستاهل إن المسلسل ياخد فرصة، فلو شُفت أول حلقة من مسلسل مملكة الحريم اكتب رأيك تحت في الكومنتات واعمل لي like وfollow وshare وبس كده.